كل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معانا اللايف، بدنا نترك كل هاي الأخبار حاليا. المؤتمر تأجل، المؤتمر التغى، المؤتمر آه، راح ينعقد في 25 الشهر. كل هذا الحديث وما يتداوله بعض أروقة السياسيين أنه العنكسي كان موجود في تركيا، كل هذا الكلام بدنا نحطه على جنب الآن وننتظر فترة قصيرة لتتوضح الصورة بشكل كامل حتى ما نظلم حدا، ووقتها لنا حديث آخر عندما نتأكد من المواضيع مشان ما نظلم حدا نهائيا. أتمنى ما حدا يكتب شيء نهائيا وما حدا يتهم أي طرف كردي حاليا، لأنه نكون نحن كلياتنا محضر خير للوحدة الكردية، لأنه بتهمنا الوحدة الكردية قبل أي شيء. لذلك ما بدي حدا يكتب أي جملة يتهجم فيها على طرف من الأطراف أبدا. لنتأكد من كل المواضيع، ووقت ما نتأكد أنه مين هو السبب أو التغى، وقتها سنهجم كلياتنا مع بعض على الطرف اللي واقف ضد حقوق الشعب الكردي وقتها. فلذلك خلونا نأجل هذا الموضوع. طبعا الأحداث متسارعة بشكل كبير جدا، واليوم كان في السليمانية مؤتمر هام للغاية، حضروا أغلب سفراء دول العالم اللي موجودين في بغداد، وبحضور محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان عراق نجرفان البرزاني ورئيس الوزراء، وأيضا جميع السياسيين الكرد السابقين والموجودين حاليا من جميع الأحزاب، وعلى رأسهم الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا. وشفتوا أنتم المؤتمر كان في أيضا وفد من قنديل، وهاي كانت يعني مفارقة تاريخية أنه وفد من قنديل يحضر، ويحضر جميع سفراء الدول تقريبا، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، كل الدول كانت موجودة، عدا لم يدعى إليها عدا إيران وتركيا، وهذا لها دلالات سياسية كبيرة جدا. طبعا أهم دلالة سياسية لوجود وفد من قنديل هو سحب البساط من الأتراك. احنا بنعرف أنه الأتراك الآن في مأزق كبير جدا، وأنهم يصارعون مع الوقت لحل القضية الكردية، وعم بتشوفوا تسارع الأحداث، وأردوغان من طرفه وبخشلي والقوميين من طرف آخر، والمسائل اللي عم تحصل، وقادة الدم بارتي البرلمانيين اللي موجودين يعني شايفهم مستعجلين أكثر حتى من الأتراك، وبيقولوا لك خلال شهرين لازم تنحل هاي القضية. هون في نقاط وإشارات استفهام كبيرة جدا حول تلك الشخصيات، أنا بقولها بصراحة، وأنا دوري هنا أنا أحكيها، أنا ما بخون حدا نهائيا، لكن إشارات الاستفهام كبيرة جدا حول بعض البرلمانيين اللي موجودين في دم بارتي، والعجلة اللي بيقوموا فيها بمسألة حل الوضع بالنسبة لأردوغان، لأنه الوقت يداهم أردوغان وما بيداهم. نحن ما مستعجلين يعني، سنوات عديدة، مئة سنة مرقت وأكثر، ونحن بالنسبة لنا يعني نمرق شهرين أو 3 أشهر أو 4 أشهر أو سنة مثلا، أو حتى سنة، ما راح إيش راح يكون الفارق بالنسبة لنا ككرد إن حصلنا على حقوقنا شهرين أو 3 أو 4 متأخرين. لكن بالنسبة للأتراك تفرق كتير بالنسبة للوضع السياسي والاقتصادي اللي تعيشه تركيا. تركيا في أزمة كبيرة جدا، أزمة خانقة. شقد كان سعر الدولار أمام الليرة التركية اليوم؟ حدا بيعرف؟ بدي سعر البنوك، ما بدي سعر الأسود اللي بالبرة. 38 ليرة. 38 ليرة كلف البنك المركزي التركي 50 مليار دولار. 50 مليار دولار اليوم ارتفع ل 42. على فكرة انتم كاتبين 38، انا موافق على 38 حتى، انا موافق على 38 ما في مشكلة. تثبيته ل 38 دولار كلف البنك المركزي التركي 50 مليار دولار. استنزف البنك المركزي التركي بشكل كبير جدا، ويكاد انه منهك الان
ولا يستطيع تقديم أو ضخ دولار مرة أخرى في السوق لحتى يثبت العملة، سعر العملة التركية. خلال الفترة القليلة القادمة، واحفظوا هذا الكلام، سيضطر البنك المركزي التركي إلى طرح سعر آخر ويرضخ للضغوط الاقتصادية على الاقتصاد التركي، وهذا راح يكون له تأثير كبير جدا في الفترة القادمة على الاقتصاد التركي وعلى الوضع السياسي في تركيا. بدي أذكركم قبل سنة وثلاث أو 4 أشهر، تتذكروا المطالب الخمسة اللي طلبت من تركيا، وقلت لكم أنه إذا ما تنفذت، وكانت هي قبل الانتخابات، وقلت لكم إذا لم ينجح أردوغان في الانتخابات البلدية يطلب منه 5 شروط أساسية. 1، رفع الفائدة، وتم رفع الفائدة لل50، والآن نزل إلى 45، لكن هو بسبب الانتعاش الاقتصادي الكاذب اللي حصل. حل القضية الكردية وإطلاق السراح القائد عبد الله أوجلان تحدثنا فيه مطولا. المسألة الهامة للغاية هي إيش؟ فك الارتباط مع القوميين. والآن بدأ بعض الخلافات مع القوميين وحزب العدالة والتنمية. رح نشوف نحن بالفترة القليلة القادمة رح تتحول الصراعات إلى صراعات سياسية وحرب تصريحات ما بين القوميين وأردوغان نفسه. يبدو أن القوميين بدأوا يحسون بالخطر وسيفكون الارتباط مع أردوغان. طبعا أردوغان من دون القوميين لا يستطيع الاستمرار في الحكم. وذكرت لكم بعد الانتخابات مباشرة بيوم أو يومين أن الدستور التركي لا يسمح لترشح أردوغان مرة ثانية للانتخابات إلا بتعديل الدستور مرة أخرى. وإذا أصبحوا القوميين إذا أصبحوا القوميين الآن ضده، فمستقبله السياسي انتهى. طبعا العملية اللي قام بها ضد إمام أوغلو باءت بالفشل، ويبدو أنه كانت مؤامرة على أردوغان نفسه، وأوهموا بأنه إمام أوغلو عنده قضايا فساد كثيرة وبأوراق كانت أوراق غير حقيقية وغير صحيحة. فالأمر تعقد على أردوغان بشكل كبير. الآن إطلاق سراح إمام أوغلو يعني انتهاء مستقبل أردوغان السياسي. فك الارتباط مع القوميين يعني زيادة الضغوط على أردوغان، وأيضا أصبح الأمر صعب جدا للغاية. فتركيا مقبلة على كارثة كبيرة جدا. إن دعا إلى انتخابات مبكرة لا يحق له لترشيح نفسه إذا ما عدل الدستور، ولا يمكن تعديل الدستور إلا عن طريق حل القضية الكردية، وهذا أمر أصعب بكثير بالنسبة لهم طاني وتفكيرهم الشوفيني والعقلية القومية الطورانية التركية. أساساً أن الوقت فات بشكل كبير جدا من عهد تركوت أوزال اللي كان حابب يحل القضية الكردية وتم اغتياله وقتها. فالأتراك أنا بشركم أن الوقت فات ولا يمكن أن يستدركوا مسألة انقسام تركيا. طبعا مثل ما قلنا لكم في بعض البرلمانيين اللي موجودين في دم بارتي اللي بيحاولوا ينقذوا تركيا بأي شكل من الأشكال، وأنا بقول لكم إياها بكل صراحة، مع أنه أنا أعرف تماما أن القائد عبد الله أوجلان هو يماطل بالوقت، وعرفان أن الأتراك لن يحلوا القضية، وعرفان تماما أن القائد عبد الله أوجلان مدرك تماما للمرحلة التاريخية اللي قادمة على منطقة الشرق الأوسط كلياتها. وأنا قبل 3 سنوات لما ظهرت على هاي المنصة وتحدثت لكم بالمواضيع هاي كلياتها المنطقة ذاهبة إلى أين بتفاصيلها الصغيرة والكبيرة، وأعتقد أنه كلها تقريبا تحققت إلا المواضيع الكبيرة جدا المتعلقة بالمشروع أساسا. يعني عم نشوف نحن الآن اليونان بدأت التحرك، الإسرائيليين أخذوا تقريبا جنوب لبنان وجنوب سوريا، واليوم كان في تصريح هام للوزير الدفاع الإسرائيلي راح أقرأ لكم إياه.
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بأن قواته لن تنسحب من قطاع غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا، وقال أن الجيش لن يخلي المناطق التي استولى عليها بعد تطهيرها، بل سيبقى في هذه المناطق كمناطق عازلة بين العدو والمجتمعات الإسرائيلية سواء بشكل مؤقت أو دائم. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق الأمنية داخل قطاع غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا إلى أجل غير مسمى. واضح. وأنه لا توجد نية لدى إسرائيل لاستئناف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في الوقت الراهن. وأكد كاتس في بيان رسمي الجيش لن يخلي المناطق التي استولى عليها بعد تطهيرها، بل سيبقى في هذه المناطق كمناطق عازلة بين العدو والمجتمعات الإسرائيلية سواء بشكل مؤقت أو دائم كما هو الحال في لبنان وسوريا. وأوضح كاتس أن منع دخول المساعدات إلى غزة هو أحد الأدوات الرئيسية للضغط على حماس بالإضافة إلى خطوات أخرى تتخذها إسرائيل. وأضاف كما ذكرت في تصريحاتي: سياسة إسرائيل واضحة، لا مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة في أي وقت قريب، لافتا إلى أنه سيتم مستقبلا إنشاء آلية لتوزيع المساعدات من خلال شركات مدنية. تصريح واضح وصريح بأنه بالنسبة لهم ما في خروج من جنوب لبنان، ما في خروج من قطاع غزة، وما في خروج من جنوب سوريا. يعني ينسوا جنوب سوريا الآن. جماعة السوريين، الأخوة السوريين، بيقول لك وزير الدفاع الإسرائيلي أنه جنوب سوريا أصبحت القوات الإسرائيلية فيها بشكل دائم وانتهى هذا الموضوع ولا يمكن الحديث عن هذا الموضوع. فماذا أنتم فاعلين؟ بدنا نشوف هلا ماذا أنتم فاعلين. طار الجنوب بشكل نهائي، وهذا إعلان واضح من وزير الدفاع، ما متحدث باسم الكنيسة ولا أحد السياسيين، لا، هذا وزير الدفاع اللي عم يقول هذا القرار. طبعا تحدثنا بشكل كبير جدا أيضا عن الفترة اللي قادمة ومحاصرة تركيا من كل الجهات، وطبعا الأساطيل. وطبعا اليوم البيانات أظهرت بأن هناك طائرات أمريكية تقوم يوميا بدخول إسرائيل والأجواء الإسرائيلية، وهي طائرات كلها محملة بأسلحة نوعية جديدة جدا، وخصوصا الصواريخ البعيدة المدى أو صواريخ اللي يسموها الصواريخ الثقيلة اللي بتنفق فيه، اللي تضرب فيها الأنفاق والأبراج وغيرها. وهذا تسلح نوعي. اليونان تتسلح كانت بشكل متسارع جدا إلى أن فاجأنا تصريح وزير الدفاع اليوناني اليوم اللي أعلن فيها بشكل علني عن التعبئة العامة في اليونان، وهدد فيها تركيا أيضا بالحرب. وهذا سابقة غريبة جدا. رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية الجنرال كوستانتينيوس يعلن النفير العام حول التهديدات التركية المستمرة في بلاده، ويطالب اجتماعا عاجلا من الاتحاد الأوروبي. وهي تسارع للأحداث ما كانت يعني أنا لا أعتقد أن هناك حرب طبعا، ولا أن تحصل حرب ما بين اليونان وتركيا، ولكن هي تمهيد. كل هاي الخطوات هي تمهيد لأمور ممكن أن تحصل بعد فترة، لأنه أنا أعتقد أنه لسه في سنة قدامنا. تأجيل لقاء وفد إمري ووزير العدل التركي بسبب تدهور صحة سري سرايا أوندر. أجل اللقاء الذي كان مقررا بين وفد حزب المساواة والديمقراطية الشعوب ووزير العدل التركي يلماس تونتش بسبب تدهور الحالة الصحية لسرايا أوندر عضو الوفد الذي يخضع لعملية جراحية. وأحمد الله بأنه حصل معه الوعكة الصحية هاي، لأنه أنا أساسا هذا الرجل أنا ماني مستنظفه بصراحة بقول لكم إياه. وهذا أعتقد أنه ما بتهمه بالخيانة ولا بتهم أي شيء، لكن أعتقد أنه بعض أعضاء دام بارتي يسعون إلى مكاسب سياسية شخصية بالنسبة لهم على حساب القضية الكردية وعلى حساب أساسا القائد عبد الله أوجلان. وهذا ما يثير بصراحة حفيظتي من فترة وأنا ساكت. يعني آخر فترة تهجمت فيها على أحمد ترك، الرجل يعني بعد حاله وطلع من هذا الموضوع، لكن الآخرين أنا بشك في نواياهم وبشك أنه لهم غايات شخصية. أنا ما بقول لكم والله خونة ولا كذا، لا، لديهم غايات شخصية. وأنا من تاريخ حزب العدالة والتنمية اللي راح قبل 15 سنة أنا بعرف أنه أردوغان اشترى شخصيات عديدة جدا في المعارضة، وخصوصا جهبي، وأنتم بتعرفوا هذه المواضيع، وطلعت واستطاع القضاء على المعارضة كلها تقريبا، وحتى قضى على أصدقائه قبل أعدائه اللي كانوا معاه من
أحمد داود أوغلو، ولا الإسلاميين اللي كانوا عبد الله جول، ولا غير كل هؤلاء الشخصيات اللي كانت موجودة، واشترى كتير من حزب جهبي أردوغان. فبعتقد أنه أردوغان استطاع أيضا شراء بعض الأعضاء الموجودين في دم بارتي، وأغراهم بمناصب وأغراهم بالأموال أيضا، لأنه نحن بنعرف آلية الفساد اللي موجودة في تركيا، وأنه الاقتصاد وضعه كلياته بأيدي كم رجل من رجال الأعمال اللي موجودين في تركيا، وعلى رأسهم ابنه بلال وصهره. فمن السهل جدا شراء أي شخصية كانت بالأموال. فلذلك أنا بعتقد أنه هناك شيء ما في دم بارتي وبعض أعضائه اللي موجودين. طبعا بقول لكم بكل صراحة لن يستطيعوا هؤلاء أيضا وقفة عجلة التغيير القادمة على المنطقة، لأنه هذا قرار دولي بتقسيم المنطقة بشكل كامل، وتركيا هي أحد الدول الرئيسية التي سيتم تقسيمها وتحويل الشرق الأوسط إلى شرق أوسط جديد. فحتى لو خانوا هؤلاء، أو هؤلاء مشوا مصالحهم الشخصية على حساب المصالح الوطنية أو المصالح الكردية، هم صراحة يدخلوا في لعنة التاريخ في الفترة القادمة. بقولها بكل وضوح، لأنه أنا حكيت لما بعثت رسائل قبل سنتين إلى كل القيادات الكردية والأحزاب الكردية آنذاك، وأخبرتهم بأنه كل من يقف ضد المشروع القادم إلى المنطقة سيتم إقصاؤه وسيتم إنهاؤه مهما كان الحزب. تذكروا هذا الكلام اللي قلت لكم إياه وقتها. وبعثت لقيادة الإقليم أيضا في كردستان العراق، وقيادات الأحزاب الكردية كلياتهم بعثت لهم فردا فردا، وأنا ما بخجل من هذا الكلام، وقلت لهم المرحلة القادمة مرحلة خطيرة جدا، وإن لم تتوحدوا سيتم استبدالكم، ويتم استبدال أحزابكم مهما كانت قوتكم ومهما كان شعبيتكم بين الشعب الكردي. إيه، أنا بعثت وقريبا راح يطلع هذا الكلام كمان. كل الناس بتعرف هذا الكلام، وكله موثق وموجود، سواء كان حتى على المنصة هاي طلعت ونشرت فيديوهات ونشروها الأخوة كلياتهم للرسائل اللي بعتها بعد ما بعثت للقيادات الأحزاب الكردية اللي موجودة والقيادات في إقليم كردستان العراق، وفي باشور وفي باكر وروجهلات أيضا. بعثت للشعب الكردي أيضا رسائل، بعثت للشعب الكردي أيضا رسائل، قلت لهم هنا وحدة الصف الكردي مهمة للغاية، لأن المرحلة القادمة مرحلة خطيرة جدا، وإن لم يكن نحن متوحدين راح تروح علينا الفرصة التاريخية، راح تروح علينا الفرصة التاريخية اللي قادمة، ورياح التغيير في المنطقة قادرين باستبدال حتى الشعوب إذا أنتم كنتوا عقبة أمام المشاريع القادمة. وأعتقد أن الرسالة وصلت، واليوم شفتوا أنتوا يعني صار لها فترة البوادر بدأت بتوحد الصف الكردي، ومؤتمر سليمانية اليوم أحد الأدلة الأساسية أنه هناك وحدة صف كردي قادمة، والاتفاق ما بين البارتي والاتحاد الوطني الكردستاني لإنشاء حكومة إقليم كردستان ونبذ الخلافات الجانبية اللي موجودة وتوحدهم أمام حقوق الشعب الكردي الآن. واللي شفنا مسألة كركوك، مسألة محافظة حلبجة كلياته، وأيضا التقارب مع الأخوة في روج آفا، ما هو إلا دليل على هذا الكلام اللي عم بقول لكم إياه. نعم، الكرد يتوجهون إلى التوحد، ومدركين بأنه المرحلة القادمة هي مرحلة خطيرة وتستوجب توحد جميع الكرد اللي موجودين في العالم، سواء كانوا كأحزاب أو كشعوب. طبعا مع الوقت رح نشوف التغيرات والتقارب الأكبر، لأنه عندك أنت عدو اسمه تركيا، والعدو هذا عم يضعف يوم وراء يوم، وهذا حقيقة. شوفوا، لن تستطيع تركيا الاستمرار في الإقليم بهذا الوضع الاقتصادي اللي هي موجود فيه.
خلال الأشهر القليلة القادمة إن استمرينا وكنا أصحاب صبر وما رحنا إلى الاتفاقيات الرخيصة، تركيا ستقدم الكثير والكثير الكثير من التنازلات. كل ما ذهب الوقت سيقوم الأتراك بالتنازل أكثر، لأنه أنا كنت بقول لكم سنة وأنا حايط وقت شوي زيادة، سنة ونص كنت أقول لكم، بس أنا حايط شوي وقت زيادة. إن مر الصيف، هذا الصيف بسلام، لن يمر الخريف بسلام على تركيا. إن مر هذا الصيف بسلام على تركيا، لن يمر الخريف بسلام على تركيا. وهذا أنا بعطيكم إياه وسجلوها، سجلوها جيدا علي، وقبل أن يتحدث فيها أي شخص أو وسائل إعلام في العالم كلياته وقبل الانفجار، أنا بقول لكم إياه. إن مر هذا الصيف يعني للشهر العاشر بسلام على تركيا، لن يمر الخريف بسلام، ورح نشوف خريف يعني بداية الشهر 11 و12 صعبة جدا على تركيا، ووقتها سيبدأ الانفجار فعلا في تركيا. وهذا اللي راح يقسم تركيا ويوضح لكم الصورة بشكل أكبر. الوضع وضع صعب جدا، غير ظاهر للإعلام، غير ظاهر الآن، لكن فترة قريبة جدا راح يتوضح، لأنه راح يخرج من عنق الزجاجة، ووقتها راح تصير واضحة على الإعلام بشكل على العالم كلياته. لن يستطيع الأتراك الاستمرار في سوريا. وأنا أدعو هنا الإدارة الذاتية والقوى الكردية الموجودة في سوريا بجر الوقت، بجر الوقت فقط لا ينتهي فترة الصيف. وعندما تنتهي فترة الصيف سيضطر الأتراك للانسحاب، تبدأ الضغوط الدولية على الأتراك بالانسحاب من سوريا. ووقتها لكل حادث حديث، وراح تكونوا أنتم الأقوى اللي موجودين على الأرض، وهذا هام للغاية. أيضا في العراق لن يستطيع الاستمرار الأتراك أيضا فترة طويلة جدا في العراق، وسوف ينسحبون لا محالة، خصوصا أنه سيبدأ العراق قريبا أيضا بالضغط على الأتراك بالمحافل الدولية وحسب القوانين الدولية للخروج من العراق. طبعا الآن ما راح تشوفوا هذا الشيء، لكن يتهيأ محمد شاه السوداني والحكومة العراقية لتقديم شكاوي ضد العراق والغاء الاتفاقيات الأمنية التي عقدت مع العراق، وهو السبب دخول القوات العراقية التركية إلى العراق. فقريبا راح نشوف أن الحكومة العراقية تلغي كل الاتفاقيات الأمنية اللي وقعت مع تركيا، وتطالب الأتراك بالمحافل الدولية بالانسحاب من الأراضي العراقية، ورح نشوف هذا قريبا أيضا راح يحصل. طبعا انتم بتشوفوا انه والله مشروع التنمية اللي تحدث عنه الأتراك ومع العراقيين ومع محمد شيع السوداني، لن تسمح إسرائيل بإنشاء أي معابر اقتصادية مع تركيا نهائيا. وأساسا وجودها في جنوب سوريا ودخول القوات الأمريكية إلى ريف حمص أو بادية حمص هو لمنع أي معابر اقتصادية تمتد إلى تركيا. فكيف سيسمحون للعراق بأن تمر معبر اقتصادي إلى الخليج ومنه إلى تركيا؟ وهذا المشروع أنتم شفتوه اللي وقع السنة الماضية بالشهر 4 تماما مثل هذا الوقت تقريبا، كان أردوغان هناك، وأنا أول من سخرت وخرجت بنفس النهار وقلت لكم لا يمكن لهذا المشروع أن يتم، وهو عبارة عن مذكرة تفاهم. ووقتها صارت قضية أيضا باستقبال أردوغان ووضع العلم التركي على قلعة أربيل، وكنت أنا الوحيد اللي أستهزأ من هذا الموضوع. نعم، الاستهزاء يأتي ليس من باب السخرية، الاستهزاء يأتي من باب الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية لمصالح الدول في المنطقة. فحتى وإن وقع اتفاق وأنا شايفه هذا الاتفاق هو عكس المصالح الدولية في المنطقة، سأسخر منه، وسخرت منه وقتها. وصار الآن فات عام ولم ينفذ منه قيد أنملة ولا حتى شارع واحد. لذلك ما هو مطلوب منا إلا الصبر الآن. ككرد مطلوب منا الصبر وعدم الانجرار بشكل سريع لأي اتفاقيات. وحتى أنتم عم تشوفوا الآن حتى مع دمشق
هي مسألة وقت واتفاق ولجان ومن هنا ومن هناك وكذا إلى مرحلة معينة، ووقتها راح تتوضح الصورة وراح تتغير بشكل كامل أيضا. طبعا في هناك توجه دولي واضح بعدم الاعتراف بالجولاني أو حتى سحب الاعترافات التي حصلت، وهذا أمر أيضا يحاول في الأتراك، لكن يبدو أنه المسألة صعبة وتعقدت بشكل كبير جدا أيضا على الأتراك، وذهاب حتى أحمد الشرع إلى الإمارات ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أيضا أعتقد أن المسألة أصبحت صعبة، خصوصا بعد الأحداث اللي حصلت في الساحل. لذلك راح نشوف تغير في المواقف الدولية بالنسبة لأحمد الشرع خلال المراحل القادمة. خلونا ننتظر ولحتى نشوف الأوضاع أكثر. تركيا ترد على اليونان بخريطة. اليوم تركيا تطلق خريطة التخطيط المكاني البحري الخاص بها ردا على تخطيط اليوناني. طبعا اليوم اليونان أظهرت خريطة للحدود البحرية والحدود الدولية البحرية بالنسبة لليونان. الأتراك يردون عليها بخريطة أخرى مضادة لها، وهذا لغة تحدي جديدة. اليونان تنهي التخطيط المكاني البحري وتصدر خريطة رسمية. أعلنت وزارة الخارجية والبيئة والطاقة الأربعاء أن اليونان أكملت تخطيطها المكاني البحري، كما أصدرتها الخريطة الرسمية المقابلة، وتمنح الخطة حقوقا بحرية كاملة لجميع جزر بحر إيجا، بما في ذلك جزيرة كوستولوزيو التي تبعد كيلومترين فقط عن السواحل التركية. تخيلوا، كيلومترين فقط، ونحن نعرف أن الجرف الصخري للمياه الإقليمية لأي دولة يمتد إلى 100 ميل، يعني أكثر من 100 كيلومتر، فهاي تبعد كيلومترين، مما أثار مخاوف دبلوماسية متجددة في أنقرة تطالب اليونان بحقوق بحرية كاملة حتى في أصغر جزرها مثل كاستاليزيوس ميس التي تبعد كيلومترين فقط عن الساحل التركي. واستنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تجادل أثينا بإمكانية المطالبة بما يصل إلى 40 ألف كيلومتر مربع من المنطقة البحرية بسبب الجزيرة. وتصف تركيا هذا بأنه غير عقلاني ومتطرف، وتجادل بأن العدالة يجب أن تتغلب على قواعد المسافة الصارمة عندما تكون الجزيرة بعيدة عن برها الرئيسي ولكنها قريبة للغاية من ساحل دولة أخرى. طبعا اليونان هاي جزيرة بعيدة عن السواحل اليونانية، لكن هي إيش؟ ضمن السيادة اليونانية. لذلك أنه اليونان تعتبرها مياه إقليمية لليونان، هاي المنطقة كلها، وهي بعيدة 2 كيلومتر عن السواحل التركية. طبعا في مسؤول إسرائيلي أكد اليوم بأن هناك مفاوضات تجري ما بين الأتراك وإسرائيل على قواعد الاشتباك في سوريا، وهذا أمر أيضا خطير للغاية. أكد مسؤول كبار في إسرائيل أن إسرائيل وتركيا تجريان محادثات سرية خلف الكواليس لتجنب الاحتكاك العسكري في سوريا. وقال المسؤول الإسرائيلي من المهم الحفاظ على الآلية التي ستمنع المواجهة التي لا يريدها أي طرف من الطرفين. وحذر آخر أن أي تغيير في انتشار القوى الأجنبية وخاصة القواعد التركية سيكون بمثابة خط أحمر بالنسبة لإسرائيل. طبعا الخطوط الحمراء بالنسبة لإسرائيل مختلفة عن الخطوط الحمراء بالنسبة لتركيا. احنا نعرف الأتراك لم يلتزموا بكل الخطوط الحمراء التي أطلقوها، يعني سواء كانت في ليبيا أو في تونس أو في مصر أو حتى في سوريا قبل الثورة السورية أو بدايات الثورة السورية، عندما كان أردوغان يطلق أنه فلان منطقة جغرافية خط أحمر كان يعتدى عليها. وبالنسبة للأتراك الخطوط الحمراء لا تعني شيء بصراحة. وأنا تعلمت من التاريخ أنه الخطوط الحمراء بالنسبة للأتراك بالعكس، أعتقد أنه هي مناطق
ممكن أن تذهب. يعني كل ما قال أنه فلان مكان خط أحمر، هذا يعني أنه سيخسروها بصراحة. يعني هذا تعلمته من التاريخ. طبعا مثل ما قلنا لكم، الوضع من المنطقة ذهب إلى التأزم، حتى ولو كان غير واضح حاليا إعلاميا، لكن الاحتقانات أصبحت كبيرة جدا، وخصوصا الاحتقان ما بين تركيا واليونان. طبعا هذا كله بدفع إسرائيلي راح نشوفه، وراح نشوف قريبا أيضا مصر تدخل على الخط. مصر راح تدخل على الخط، والإمارات راح تدخل على الخط. هلأ ليست بالضرورة حروب سريعة، لا، لكن الاحتقانات السياسية والعسكرية في المنطقة أصبحت واضحة. طبعا كثير من الأغبياء والحمقى اللي بيجوا بيكتبوا الأمريكان راح ينسحبوا. الأمريكان ما بينسحبوا من شرق الفرات، الأمريكان بيعيدوا تموضعهم في شرق الفرات وسوريا. وذكر البنتاغون بشكل واضح بأنه لن يعتمد على القواعد الصغيرة، راح يكون في القواعد الكبيرة. وبالنسبة لها، ومن بدال ما يستخدموا حاملات الطائرات اللي موجودة في البحار، لا، راح يعملوا أيضا قواعد جوية في شرق الفرات وسوريا. لكن الأغبياء فهموا من هذا الكلام أنه الأمريكان بدهم ينسحبوا. الأمريكان لن ينسحبوا من سوريا، ولن ينسحبوا من الشرق الأوسط بأي شكل من الأشكال. وأنا ذكرت لكم موضوع هذا هام للغاية، وما بحب أتحدث بالطريقة هاي، لكن لا يفقهون إلا باللغة هاي. إن الأمريكان حتى لو علقوا كلسون أمريكي عليه العلم الأمريكي في أي منطقة في شرق الفرات، لن يتجرأ الأتراك الاقتراب من المنطقة كلياتها بسبب ذلك الكلسون الأمريكي اللي موضوع عليه العلم الأمريكي. وصلت الرسالة؟ وصلت الرسالة للمستعربين والمستتركين الأغبياء. إذا الأمريكان لم يبقى فيهم ولا جندي، بس حطوا العلم الكلسون أمريكي عليه العلم الأمريكي ورفعوه فوق القواعد التي هجروها، لن يتجرأ الأتراك إلى دخول إلى شرق الفرات ما دام الكلسون الأمريكي مرفوع. فلا بقى تجي تكتب انسحبوا ولا ما انسحبوا، وهي حقيقة. طبعا مثل ما قلنا لكم، الوقت عم بيفوت وعم بيضيق بشكل كبير جدا. طبعا بعض الأخوة اللي هم ما بيملكوا آفاق سياسية، بده يجي يسألني عفرين، سريكانية، جريسبي، بيتي، مزرعتي، شجرتي تبعية الزيتون. وهو نحن نتحدث في السياسة الدولية والإقليمية. عزيزي، المسألة أكبر من مسألة منطقة أو مدينة، وأنا بقدر مشاعرك وبقدر ألمك، وبقدر أنه أنت بتسأل عن منطقتك، وهذا أمر طبيعي. لكن هناك خرائط عم ترسم في المنطقة كلياتها، وممكن أنه تلك الخرائط والاحتقانات الدولية تؤجل مواضيع عديدة جدا إلى أن مثل كيس البطاطا لما بتفتحه ما بتحس إلا خلص عندما يبدأ. وبالبداية فكه صعب جدا، ففك شفرات السياسة ليست بالأمر السهل. وراح نشوف الانهيارات اللي راح تحصل في الشرق الأوسط، راح تنهار دول وتتغير فيها خرائط وتتغير فيها أمور كثيرة. لكن المرحلة اللي نحن فيها هي مرحلة الاحتقان. الاحتقان لمرحلة راح تنفجر فيها أمور كثيرة وتتغير فيها بعض السياسات اللي كانت سابقا من المستحيل أنها تتغير، وراح تشوفوا هذا بأم عينكم. يعني هلا الآن من الواضح جدا أنه سوريا أصبحت 3 أقسام. قبل كانت
تقريبا قسمين، قسم الموجود فيه النظام وقسم الموجود فيه المعارضة بكل أشكاله، حتى شرق الفرات يعني يعتبر نوعا ما معارضة. الآن أصبحت الصورة واضحة، أن الجنوب السوري اللي احتلته دولة أخرى اللي هي إسرائيل، ولدينا وسط سوريا، ولدينا شرق الفرات. الآن صورة الساحل بدأت أيضا بالوضوح أكثر، لأنه الروس يحشدون أيضا القوات تبعيتهم ومئات البواخر، ما بقول مئات لأنه مبالغ فيها، عدد كبير من البواخر الروسية أتت إلى الساحل السوري وتقوم بالإنزال وهم بعيدة عن أضواء الإعلام بشكل كامل. الأمريكان أصبحوا في وسط سوريا الآن، امتد من قاعدة التناف إلى مطار الضمير. فعمليا إذا نظرت إلى الخريطة فراح تلاقيها رسمة هندسية مقسمة. طبعا التحشدات الأمريكية والقوات اللي عم تأتي من كل مكان، كل كان يظن، وإلى الآن يتحدث فيها الإعلاميين بأنه في حال فشلت المفاوضات مع الإيرانيين، في حال فشلت المفاوضات مع الإيرانيين هناك ضربة إسرائيلية أمريكية لإيران. حقيقة الأمر لا، ما لا علاقة بإيران نهائيا. والقوات الآتية إلى الشرق الأوسط هي آتية كلها لتركيا. إذا حصل أي طارئ وتغيرت قواعد اللعبة فسيتم محاصرة الأتراك، وهذا أمر غريب جدا. دولة في حلف الناتو، نعم، لكن إسرائيل بالنسبة لهم خط أحمر، وأي صراع مع إسرائيل سيضربون كل الاتفاقيات الموجودة بيناتهم بعرض الحائط. فلن يسمحوا الأمريكان بأي عنصر من عناصر المفاجأة اللي ممكن تحصل في العالم وما يكون حاسبين حسابها بأي شكل من الأشكال. واللي بيظن إنه جايين مشان إيران بيكون واهم. إيران راح يتم، واحفظوا هذا الكلام، راح يلتقون في روما يوم السبت القادم. إيران راح توافق بنقل جميع مخزونها من اليورانيوم إلى دولة ثالثة، ربما روسيا أو دولة ثالثة أخرى، وستقوم إيران بتسليم كل شيء حتى الممرات المائية، حتى الممرات المائية، وتسلم كل شيء، ويبدأ التغيير من داخل إيران. بعدها ممكن نشاهد ثورة في داخل إيران من الشعب الإيراني نفسه، اللي راح يؤدي إلى تقسيم إيران كما هو مخطط له. وهذا راح نتحدث فيه أكثر مع اقتراب المرحلة دائما. لكن المهم الآن أنه يبدو أنه الوضع ما بين إيران وتركيا ماشي بنفس السياق تماما. يبدو أنه الدولتين سيتم تقسيمها بوقت واحد، هذا هو الواضح واللي ماشيين فيه. ربما تتبدل الخطط الدولية، نعم، لكن أنا بأكد لكم أنه تركيا لا يمكن أن تبقى دولة موحدة، وهي بس فقط مسألة وقت، وهي مسألة صبر بالنسبة للقوى الكردية الموجودة فيها. وكل اللي بتشوفوه الآن عملية سلام وعملية إنهاء حزب العمال الكردستاني، وهذا كلام كله هراء ما له أي أساس من الصحة نهائيا، وهي مسألة تضييع الوقت، هي مسألة تضييع الوقت بين الأطراف كلياتها. وهذا ما راح نشوفه خلال الفترة القادمة. وكما قلت لكم الشغلات اللي قبل سنتين وحصلت كلها راح تجوا تقولوا لي طلع كلامك كله صح. مين كان يظن انه اليونان فعلا تبدأ العملية هاي وتتسلح وكذا والخطر القادم من الغرب؟ وانا طلعت وقلت لكم انه الفترة القادمة راح تشوفوا قريبا على وسائل الاعلام ويبلشوا بالحديث عن هاي المواضيع كلها، فاستبق كله.
وقبرص نفس الشيء، وحكينا كل المواضيع اللي بتصير على الأرض. طيب قبلها اللي متابعين القدماء جنوب لبنان ما حكينا لكم إنه جنوب لبنان رايح، غزة رايح قبل ما يبلش كله هذا. كل هؤلاء، فلذلك أنا بقول لكم يثقوا بأن تركيا مستقبلها قاتم جدا، ولن يكون هناك دولة اسمها تركيا في المستقبل المنظور. ما راح أقول لا القريب ولا البعيد، لكن لن يكون هناك دولة اسمها تركيا نهائيا. سينتهي شيء اسمه دولة تركيا، لأنه تقسيم تركيا يعني إنهاء تركيا بشكل نهائي. أتمنى تكون هاي الرسالة وصلت، وخصوصا للأخوة الكرد أيضا، إن لم تتوحدوا أنا بقول لكم إياها بكل وضوح سيتم استبعادكم، حتى لو كان أناكاسي، لو كان الإدارة الذاتية، لو كان باكاكي، لو كان بارتي ديمقراطي يكتي، أي حزب أو منظمة كردية أو جهة تقف ضد المشاريع القادمة للمنطقة سيتم إنهائها. راح تروح أناكاسي مع تركيا إلى الجحيم إذا استمرت، والأحزاب الكردية الموجودة في باشور كردستان أيضا أنا بقول لكم هذا الكلام، والإدارة الذاتية أيضا أنا بقول لهم هذا الكلام. إذا أنتم وقفتوا ضد المشاريع القادمة، بس أنا ما شايفكم موافقين ضد المشاريع القادمة، إذا أنتم وقفتوا ضد المشاريع القادمة وقلتوا والله نحن ديمقراطية وبدنا نعمل مع الدولة السورية ومع غيره وغيره، كنتوا تمشون عكس التيار الدولي القادم بالتغيير للمنطقة، سيتم إنهائكم، وأسهل منه ما في، وأسهل منه ما في، أنا بقول لكم إياه. فلذلك ما مطلوب منكم إلا التوحد، وأسلم طريق لنجاتكم أنتم كأحزاب أيضا وقادة وكرد هي الوقوف مع قضايا الشعب الكردي، لأنه الشعب الكردي هو اللي داخل بالمعادلة الدولية القادمة. فأنت مجرد أنك تكون أنت وطني وتقف مع الشعب الكردي ومع قضايا الشعب وحقوق الشعب الكردي، هذا كافي أنه يخلصك. أتمنى الرسالة تكون واضحة، وأنا راح أرجع أنشرها مرة ثانية، والرسائل اللي نشرناها قبل 2 أو 3 سنوات أتمنى من الأخوة تعيد تنشرها مرة أخرى اللي تحدثنا فيها قبل أن تحصل كل هاي الأمور. الرسائل اللي بعتها للأحزاب الكردية وبعدين جيت نشرتها أنا على وسائل التواصل الاجتماعي بصوتي، والرسائل اللي بعتها للشعب الكردي أيضا، أتمنى من الأخوة اللي موجودين معنا في الشبكة يعيدوها مرة أخرى، لأنه أصبح وقتها الآن بعد ما توضحت بعض الصور اللي موجودة على الأرض والمؤتمرات اللي عم تحصل حاليا. برجع بذكر بنقطة مهمة جدا، مؤتمر السليمانية هو عبارة عن سحب البساط عن تركيا. القوى الدولية لا تريد للكرد أن يتصالحوا مع الأتراك وتحل القضية الكردية، لأنه في المخططات تبعيتهم تقسيم تركيا. رسالتي إلى الأحزاب الكردية اللي موجودة في باكور كردستان، وإلى باكاكي، وإلى القيادات الكردية كلياتها، الغرب يقولون نحن مع الديمقراطية، نحن مع حلول، ونحن مع حقوق الشعوب، لكن هم يكذبون. هناك مشروع لتقسيم تركيا، وهم يقتربون منكم الآن ويحاولون أنه يخربون بينكم وما بين الأتراك، لأن هناك مشروع قادم لتقسيم تركيا، وباعتراف الأتراك نفسهم أيضا، باعتراف الأتراك نفسهم الآن بدأوا يدركون بأنه هناك مشروع لتقسيم تركيا بشكل نهائي. والآن الأتراك سيتسارعون بشكل سريع جدا لحل القضية الكردية تحت أي بند كان، لأنه دولتهم في خطر. والمؤتمر اللي حصل في السليمانية وطلبوا فيه بعض من قادة قنديل كانوا موجودين، وهذا سابقة تاريخية، وهو إشارة أنه نحن ممكن نتعامل مع كل القوى الكردية في المستقبل ونرفعها من القوائم السوداء أيضا. وهي رسالة واضحة لكم
وهي رسالة واضحة لحتى يدقوا السفين العداء ما بين الكرد وتركيا أكثر، لحتى الأتراك ينزعجوا ويخرب مشروع السلام اللي طارحينه. وأنا واحد من الناس اللي بقول لكم إياه، مسألتكم فقط وقت، مسألة فقط مسألة وقت. ما طلوا بالوقت، لا تعطوا أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية فرصة، لأنها مخنوقة ومنتهية. فلا أنتوا قارب النجاة بالنسبة لها، انقوا عن نفسكم وارجعوا خطوة إلى الخلف ودعوهم هم، وشوفوا بالأيام القليلة القادمة والشهور شهرين 3 4 5 القادمة سوف يأتون عليكم وبكل شيء تطلبونه. وأنا ذكرت قبل اللي بتطلبوه الآن وثمنه غالي بكرة راح يصير ببلاش وما راح ترضوا فيه، وأنا بأكد لكم هذا الكلام. فقط صبر. شايفين أنتوا شلون حزب بعض أعضاء دم بارتي راكضين لازم خلال شهرين نحل المشكلة هاي كلها. هاي طلبات أردوغان وطلبات الحكومة التركية، هاي مو مشان القضية الكردية. نحن ككرد ما مستعجلين، وإن تأخرنا 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر ما بتفرق معنا كتير. نحن متأخرين 110 سنوات. إيش اللي صار عليكم على شهرين الآن؟ إيش اللي صار عليكم الآن؟ نحن 110 سنوات عم نستنى إلى الآن، ضلت على شهرين و3. استحملوا فقط للخريف وراح تشوفوا. أنت فهمان القصة غلط؟ لا، أنت فهمانها صح. ممكن تضربوا لي هذا اللي بيقول لي أنت فهمان القصة غلط ضربة قاضية يعني وطلعوه من اللايف. أنت فهمانها صح. غدا لناظره قريب، وراح نتذكر بعض بشكل واضح، وراح ترجعوا لي مرة تانية وتقولوا لي طلع كلامك صح. وأتمنى ما يكون فات الأوان، أتمنى ما يكون فات الأوان. والرسائل هاي اللي بحكيها أنا على العام أنا ببعتها باللغة الكردية، أنا ببعتها للأطراف كلياتها أيضا باللغة الكردية، وغصبا ما عنهم يجب النظر فيها. وما أنا خسرانين شيء، يعني ما أنا خسرانين شيء. انتظرنا شهرين و3 ومثلا ليش مستعجلين يعني لأي حل مهما كان وكذا. أساسا القائد عبد الله وجنان فهمان اللعبة كلياتها وما بيقبل يساوم، وهو عم بيلعب مع الوقت مع الأتراك صدقوني. وهو أكثر واحد مدرك للمرحلة التاريخية والظروف اللي قادمين إلها. وكل اللي معاه للأسف الشديد واللي بيقولوا نحن نتبع نهجه وفكره مو فهمانين عليه. هو أكثر واحد فهمان المرحلة وتحدث عنها من خلال سنوات طويلة جدا، يمكن مو بشكل مفصل مثل ما نحن نحكي فيه الآن، لأنه احنا أمامنا المعطيات الدولية. لكن هؤلاء ما فهموا عليه نهائيا، وهو عم بيماطل من الوقت. هو ما مستعجل، وهو قادر، أنا قلت لكم إياه، إنه يستحمل سنة وسنتين آخرات، ومو مهم هذا كلياته. وضحى ب 27 سنة من عمره. وكل الرسائل اللي بعثها القائد عبد الله وجلان سواء إلى باشور كردستان وإلى روج آفا وإلى الشعب الكردي وإلى دام بارتي، كلياتها هي عبارة عن رسائل لكسب الوقت. وانتم ما فهمتوا جوابنا وجوابكم وكذا وهذا كلياته لكسب الوقت، وهو فهمان انه الوقت قد حان، وهي إلا مسألة بعض شهور بسيطة جدا. هي مسألة شهور بسيطة جدا، ليس مسألة سنوات. واللي يقوم فيه القائد عبد الله وجلان هو كلياته مراوغات لكسب الوقت، لأن عنده شعب ما شاء الله كتير فهمان، ورفاق ما شاء الله فهمانين كتير مستعجلين أكتر من كل الناس. وهو قاعد ومرتاح وكذا، وعم بيبعت رسائل لهون وبيبعت رسائل لهونيك وعم كذا، وبيعطي أوبر بنج للأتراك من هنا ومن هناك.
وعرفان هو بيكسب الوقت، لكن تعال شوف أصحاب الرؤوس المربعة اللي حواليه ما عم بيفهموا عليه وما عم بيفهموا الأمر. هلا بالنسبة لنا، هل القائد عبد الله وجلال مستعجل؟ يعني ضلت على لازم يطلع بالشهرين هدول خلاص وتنحل القضية وخلص ومستعجلين كل الناس، ولا شو فرقتي إذا ضل 27 سنة وتأخر شهرين ثلاثة تانيات أو أربعة خمسة أشهر تاني؟ يعني حتى الرسائل اللي عم بيبعتها من خلال عائلته، ومن خلال الرسائل اللي بعتها من خلال المحامين تبعينه، كلياتها بتوضح أمر واحد فقط، بأنه الرجل عم يكسب وقت. طبعا ما بيقدر يقول بشكل مباشر انه يا ناس انا عم بكسب وقت. هو ذكر الوقت في تصريحاته بشكل كبير جدا. اتمنى تكون الرسالة واضحة. وتحدث سيد القائد عبد الله وجلال عن كل الاقليات اللي موجودة، وعلى رأسهم الأقلية العلوية، وبعت رسائل، بعت للعلويين، بعت للرسائل للأقليات الموجودة في تركيا، بعت للأحزاب السياسية، وقال للرفاق يعني الموجودين في دنبرتي روحوا استقبلوا قابلوا الشعوب الثانية الموجودة، قابلوا الأحزاب. شو هذا كله؟ هذا مضيعة للوقت، افهموا هذا كله يلعب اللعبة هامة جدا القائد عبد الله وجلان، بأنه عم يضيع الوقت. روحوا قابلوا السياسيين، روحوا قابلوا العلويين، روحوا قابلوا آه الحكومة، روحوا قابلوا روحوا لكردستان باشور، روحوا لروج آفا، اعملوا كذا كذا. هذا كله كسب للوقت. المسألة مسألة شهور فقط. هو بيعرف انه هاي كلها اللقاءات والامور هاي كلها بده يضيع وقت. ولا هو الامر بسيط جدا، اقعدوا مع اردوغان، حزب العداله والتنميه، حلوا الموضوع، يروح للبرلمان بيعدلوا تعديلات دستوريه، خلاصنا. لكن الناس ما عم تفهم هاي المسألة. على كل أعتقد أنه ما تحدثنا فيه اليوم كافي، وراح نشوف شوي بعض الأخبار هلا، وإذا فيها شيء راح نعقب عليه، لأنه ما راح أطول كتير كمان أنا. بس نشوف شو في أخبار.